السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير اسم ضحى في المنام، وأيضا ما معنى الاسم في اللغة العربية وما هي صفات حاملة اسم ضحى، فتابع معنا. اسم ضحى في المنام يدل على حصول الحالم على الفرحة والسعادة والمرور بفترة مليئة بالفرح الذي سوف يدخل إليه، وأيضا سوف يرزق بطفل إذا كان يتمنى ذلك، فخيرا لمن رأت الحلم إن شاء الله إذا كانت عزباء، فيدل على السعادة والفرح الذي سيغمر قلبها الفترة المقبلة من حياتها، كما ستجد من يضحي من أجلها كي يرتبط بها. إن كانت من الأشخاص الملتزمين في الصلوات ستلتزم بصلاة الضحى أيضا. أما المتزوجة فهي دلالة على إشراق الحياة والتمتع بحياة زوجية سعيدة إذا شاهدت اسم ضحى في منامها، والحامل إشارة إلى أن الأشهر الأولى يكون جنس الجنين ذكر إذا شاهدت هذا الرؤية في أول 3 أشهر من حملها، بينما إذا رأت المنام بالأشهر الأخيرة يكون جنس الجنين أنثى ويفضل تسميتها بهذا الاسم. أما رؤية شخص يقوم بخطبة فتاة اسمها ضحى فهي رؤية طيبة وجيدة لهذا الشخص، فالمنام يشير إلى ارتباط هذا الشخص بفتاة يضحي بالكثير من أجلها لكي يصل معها إلى قمة السعادة والحب والعاطفة في حياتهم، وأيضا يدل على حرص هذا الشخص على صلاة الضحى في حياته وينال الرضا والمغفرة على ذلك. وبعد أن تعرفنا على معنى اسم ضحى في المنام، دعونا نعرف ما معنى اسم ضحى في اللغة العربية. فاسم ضحى هو علم مؤنث عربي ويحمل اسم ضحى أكثر من معنى، فهو وقت شروق الشمس أو الساعات الأولى من النهار، أو تعني ضوء الشمس أو النهار، كما يعني اسم ضحى الفترة من بعد شروق الشمس حتى انتصاف الشمس في كبد السماء وارتفاع النهار وامتداده، ويعني أيضا البيان والظهور والوضوح، كما أنه من الأسماء التي تم ذكره في القرآن الكريم في قوله والضحى والليل إذا سجى. والآن ما هي صفات حاملة اسم ضحى؟ تتميز حاملة اسم ضحى بشخصية أنيقة وجذابة وتحرص على الاهتمام بجمالها وأناقتها. ضحى إنسانة محبة للتغيير بشكل مستمر وتكره الروتين، لذا ستراها تحب التجديد دائما في حياتها اليومية. تتسم صاحبة اسم ضحى بأنها شخصية متحملة للمسؤولية من صغرها ويعتمد عليها، يمكن أن تكون كاتمة أسرار وأمينة عليها، ومن خلال هذه الصفة الحسنة فإن الكثير يعتمد عليها في حل المشاكل. شخصيتها متسرعة، فهي على الأغلب تسرعها في اتخاذ قراراتها هو السبب في فشلها أحيانا. دلع اسم ضحى هو دودو أو ديدي. وإلى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.